الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا سيبنا 6 سم هنا، ال6 سم دي بتاعة المرض، يعني من هنا لحد هنا كده 6 سم للمرض. وبعد كده حطينا الباترون بتاعنا 2 سم حركة الرقبة الخلفية، و7 نص عرض الظهر، حركة الإبط، خط الجنب، واحنا رسمنا الحدود الخارجية. دلوقتي بقى هنقص ازاي؟ اهو كده بسم الله الرحمن الرحيم. هقص من الأول هنا، بعد كده هقص خط الكتف، وبعد كده هقص حركة الإبط، كده، وبعد كده هقص خط الجنب، وصلنا لحد هنا. بنقص ايه؟ الطول الكلي زائد 2 سم تانية كده اهو. احنا كان عندنا الطول 92 مثلا، سيبنا 1 سم للأوفر و2 سم تانية، يبقى قصينا الطول الكلي على بعضيه 93. وده القماش اللي احنا بنطلع منه ايه؟ الكمين. نفصل الجزء الأخير ده كده تمام. وبعد كده هنشيل الزنزات دي، وبعد كده هنشيل ايه؟ هنشيل الباترون نفسه. هيطلع معانا الخلفي قطعة واحدة، وهيطلع معانا الأمام قطعتين، الأمام بناحية اليمين والأمام ناحية الشمال. لازم نحط علامة علشان نعلم الوش من الظهر. يعني مثلا ده كده ظهر القماش، المفروض ان انا مثلا ايه؟ احط علامة كده عشان ابقى عارفة ان ده ظهر القماش. تمام؟ اهو ادي كده ده الظهر، ادي شكل الظهر يا جماعة. شايفين شكله؟ واضح جدا. طيب الشكل بتاع الأمام، هل الأمام خلص قبل كده؟ لا، الأمام مخلص، لسه فيه خطوتين علشان الأمام يخلص. أول حاجة حركة الرقبة الأمامية، أنا مثلا هنا كده هنزل 4 سم، وبعدين هعمل كده، هاجي عند نقطة الالتقاء وأوصل ل4 دي على ما فيش، وهوصل هنا كده خط مستقيم، وبعد كده هاجي هنا كده هلاقي عندي نص لحركة الإبط، وبعدين هعمل إيه؟ هعمق حركة الإبط بالشكل ده، وبعدين هحط دبوس هنا عشان الكتف ما يتهزش وانا بقص، وابتدي اقص حركة الرقبة الأمامية اهي كده. حركة الرقبة الأمامية لازم تكون أعمق شوية من الخلفية بحيث إن هي ما تخنقش الرقبة. وهنا برضو طالما هركب كم لازم أدخل جوه إيه؟ 1.5 سم أهو. تمام؟ وبعدين هشيل طبعا الدبابيس بتاعتي. المفروض دايما ان انا يكون عندي طبق مغناطيس بحيث ان انا الدبابيس بتاعتي ما تضيعش. الطبق المغناطيسي هيحافظ لك على الدبابيس بتاعتي اهو كده. ولازم نحط كده علامه ان ده الظهر بتاع القماش ماشي. نحط علامه كده، وبعدين نيجي هنا كده نحط برضه ايه؟ نحط علامه كده اهو، ده الظهر بتاع القماش كده. احنا قصينا كارديجان طويل بمرد من الامام، وعملنا حساب ان احنا بنعمل حركه الرقبه اعمق، وهنركب دلوقتي بعد كده كوم.